عملت براند وأنا في أولى كلية، وعملت 10 أوردرات قبل أصلا ما النوتات توصل والطبعة الجديدة توصل. على أفضل. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ معكم محمد البسيوني في الأولى طب طنطا، صاحب براند رمادي، مونتير وجرافيك ديزاينر وبروجرامر سابق. النهاردة أنا جاي أكلمك عن المشروع، إزاي تبدأ المشروع بتاعك وليه لازم تبدأ المشروع بتاعك حتى لو أنت في سن صغير، وإزاي أنا بدأت المشروع بتاعي ووصلت لفين. فكرة المشروع أو بداية المشروع عامة بتبدأ من فكرة صغيرة، أو إنك بيبقى عندك مشكلة ومحتاج تحلها. طيب إزاي أنا هحل المشكلة دي؟ فتقعد تحاول تجرب تتعلم لغاية ما توصل لحل المشكلة دي، وتلاقي في أغلب الوقت في فئة كبيرة أوي عندها نفس المشكلة بتاعتك. طيب إزاي نبدأ المشروع بتاعك؟ أولا أنت إزاي تلاقي فكرة أصلا للمشروع بتاعك؟ بص، والفكرة بتيجي من إن أنت بتدور يا إما حاجة الناس كتير محتاجاها، يا إما مشكلة عند الناس والناس مش لاقي حل ليها، فأنت بتحاول تدور ليها على حل. وفي الأغلب بتلاقي مشكلة أنت أصلا بتواجهها، يعني بتلاقي مشكلة أنت أصلا فيها وفي ناس كتير معاك في نفس المشكلة دي. طيب إزاي أصلا أنا أحل المشكلة دي؟ أو إزاي أخلي المشكلة دي تتحول لمشروع بتاعي؟ بص، عشان المشكلة دي تتحول لمشروع أو الحاجة اللي الناس محتاجينها دي تتحول لمشروع، مش بس تبقى فكرة، مش بس تبقى حاجة كده على على أرض الخيال وفي دماغك بس. فأنت محتاج توصل لحل المشكلة دي، لازم توصل لحل المشكلة دي. فبمجرد ان انت حاولت توصل لحل، اتعلمت حاجات كتير عشان توصل لحل المشكله دي، انت خلاص لقيت المشروع بتاعك، لقيت فكره المشروع بتاعك. فاضل لك حاجه واحده، الا وهي ان انت تبدا وتنفذ المشروع ده. يعني يجي بقى راس المال، انا ما عنديش راس مال، انا ما عنديش فلوس عشان ابدا بيها، انا اصلا بادئ عشان انا محتاج الحاجه دي، انا ما عنديش الميزانيه ان انا ابدا بيها مشروع. بص، انت مش محتاج اصلا راس المال الكبير قوي ده، انت بس محتاج ان انت تساعدهم ان هم يحلوا المشكله دي. طيب هتساعدهم يحلوا المشكله دي ازاي وانت ما عندكش راس مال، ما عندكش حاجه تخليك تبدا المشروع بتاعك؟ هتساعدهم بسوفت سكيلز، بمهارات انت بتتعلمها. واغلب المشاريع انت بتلاقيها اصلا اليومين دول بادئه بسوفت سكيلز، مجرد مهاره، انا عندي مهاره فحاول اساعدك بيها لحل المشكله اللي انت بتعملها. يعني انا مونتير هحاول اساعدك بيها كدكتور ان انت توصل المعلومه اللي عندك. عملت له دعايه، عملت له اعلان، عملت له كل حاجه بس بالمهاره اللي عندي من غير ما يبقى عندي راس مال. والفكره نفسها اصلا ان راس المال بتاعك هو المهاره اللي انت فيها. يعني انت كشاب صغير او انت كواحد متخرج من جامعه معكش فلوس، معكش راس مال عشان تبدا المشروع بتاعك. راس مالك هو المهارات بتاعتك والسوفت سكيلز اللي انت بتتعلمها. لازم تتعلم سوفت سكيلز او يبقى عندك مهاره او حاجه انت بارع بيها في الفطره عشان تبدا المشروع بتاعك. طيب ليه اصلا لازم تبدا حتى لو انت صغير، حتى لو انت لسه في ثانوي، حتى لو انت لسه في اعدادي، حتى لو انت لسه متخرج من جامعه ومعكش اصلا ميزانيه؟ سيبك من نقطه الفلوس دلوقتي، هنتكلم فيها بعدين. طيب انت عشان تبدا المشروع بتاعك انت هتتعلم مهارات كتير قوي عشان تبدا تحل المشكله، فانت محتاج تمر بتجارب كتير قوي هتعلمك كتير قوي وهتفيدك بعدين. حتى لو انت لسه صغير دلوقتي فالمهارات دي هتفيدك جدا في الشغل، حتى لو انت اشتغلت كموظف بعدين فالمهارات دي هتفيدك جدا. وحتى لو انت ما اشتغلتش موظف بعدين فالمهارات دي هتفيدك انت كتفكير، هتفيدك انت كحاجه كتفكير عامه كل يوم وعلى مدار حياتك انت هتفيدك. وتاني حاجة انت هتمر بتجارب كتير جدا، هتقابل ناس كتير جدا، هتعرف ناس كتير جدا وهتستمتع بالرحلة. لازم تستمتع اصلا بالرحلة اللي انت عايشها وبالتجارب اللي انت بتخوضها. فان انت تبدأ مشروع هتخليك تقابل ناس كتير جدا وهتخليك تتعامل مع ناس كتير جدا وتجرب حاجات كتير جدا انت ما كنتش هتجربها لو ما فكرتش تعمل الحاجه دي. ثالثا بقى، والحاجه اللي اصلا بتخلي ناس كتير قوي تبدا المشروع بتاعها عشان كده، ان انت هتبقى بتعمل الحاجه اللي انت بترتاح فيها، هتعمل حاجه بمزاجك، هتعمل حاجه وانت مش مغصوب عليها. رغم ان انت لو بدات مشروع هتبقى غصب نفسك تشتغل اكتر ما انت بتشتغل موظف اصلا، غصب نفسك تشتغل اكتر ما انت بتدرس مثلا. بس بعيدا عن ده كله يعني، فانت هتبقى بتعمل حاجه بمزاجك، انت اللي عايزها، انت اللي عايز تعملها، مش حد هو اللي جابرك عليها لازم تعملها لازم تعملها. لا، انت بتبقى مرتاح في الحاجه اللي انت بتعملها دي، وان شاء الله ربنا يوفقك فيها وتبقى مبسوط كمان وانت بتعملها، وتبسط اللي حواليك وتفيد اللي حواليك وانت بتعمل الحاجه دي. طيب نيجي بقى لنقطة الفلوس، وهي النقطة اللي أتوقع أغلب الناس مستنياها، أو أغلب الناس حتى لو مش بتشاهد الفيديو ده دلوقتي فهي عايزة تعرف النقطة دي. أنا لو بدأت مشروع إيه نظام الفلوس؟ يعني هعمل إيه بقى؟ الفلوس هتجيلي إزاي؟ أنا هاخد الفلوس إزاي؟ يعني الفلوس هتجيلي قد إيه أصلا؟ بص، أنا مش هضحك عليك، بس في نقطة الفلوس دي أنت هتبقى محتاج تشتغل كتير جدا عشان يبدأ يدخل لك دخل. فأنت هتبقى محتاج تشتغل كتير جدا على المشروع، تقضي وقت كتير، تقضي أيام كتير، وهتلاحظ إن أنت بعد ده كله انا ما بيدخليش الحاجه اللي انا مستنيها، او ما بيدخليش العائد اللي انا مستنيه عن المجهود اللي انا بعمله. ده الفرق بينه وبين ان انت تبقى موظف. انت لو بقيت موظف انت هتعمل دخل ثابت من مجهود ثابت، يعني انت مش محتاج تزود المجهود عشان تلاقي دخل اكتر.
لكن في المشروع انت محتاج تدي مجهود كتير قوي في الاول، وتدي مجهود كبير قوي ووقت كبير قوي في الاول لغايه ما يبدا يدخلك دخل. في الاول ممكن تلاقي ان الدخل اللي انت بتدخله ده غير مرضي، غير مجزي عن المجهود اللي انت بتعمله. اللي هو انا بعمل مجهود كبير قوي، انا بعمل حاجات كتير قوي وبقضي وقت كتير قوي، ولكن الدخل اللي انا باخده قد كده، او ممكن ما اقضي وقت كبير قوي اصلا ما باخدش دخل. فكلنا بنمر الحاله دي في اول المشروع، عشان اول المشروع ده انت محدش عارفك، ما حدش واثق فيك. اللي هو انا ازاي هديك ثقه ان انا هديك فلوس انا اشتغلت بيها مثلا؟ طيب هل في تطبيق اصلا الكلام ده كله عملي، ولا بس انا عمال اقول كلام نظري وعمال اشجعك واعمل مشروع واعمل مشروع مش عارف ايه والكلام ده كله اصلا وانا بهري وطالع اخد منك فلوس او طالع اخد منك مشاهدات واجذب انتباهك وخلاص؟ الواقع لا. تعال اقول لك انا بدات ازاي وانا وصلت فين لغايه دلوقتي. طيب الموضوع بدا معايا ازاي؟ كان في مشكله معايا وانا في ثانويه عامه، اللي هو انا انسان بتمرن، انا انسان عايز اعمل محتوى، انا انسان بذاكر، انا انسان عايز اقعد مع اهلي، انا انسان انا بحب اعمل حاجات كتير قوي. طيب هنظم ده كله ازاي؟ وفي نفس الوقت انا بضغط قوي نفسيا، يعني انا بضغط قوي نفسيا بعد ده كله. هنظم ده كله ازاي؟ في نفس الوقت انا ما اتضغطش قوي نفسيا كده وما اوصلش لحاله وحشه نفسيا، ومع ذلك انا بعمل ده كله واقرب من ربنا اكتر ان شاء الله والحاجات الجميله دي كلها. طيب انا هعمل ده كله ازاي؟ قبل ما اقول لك انا حليتها ازاي، انا لقيت اصلا ان في كتير قوي زيي. فليه اصلا انا ما اروحش للناس واعرض عليهم الحل بتاعي واقدم الحل ده، بدل ما هو حل مشكلتي انا بس، احل بيه مشكله ناس تانية واساعد بيه ناس تانية. فمن هنا اصلا بدات فكره المشروع. انا في كتير قوي زيي، طب ما انا اساعدهم. طب ما انا ساعدت نفسي والحمد لله، قدرت اساعد نفسي اوازن بين التمرين والمذاكره والصلاه والعباده والاكل وان انا اقعد مع اهلي والعلاقه النفسيه وحالتي النفسيه وده كله. فليه اصلا ما اعرضش ده على الناس؟ ليه ما ساعدش غيري بالحاجه دي؟ اقول لك الحل. تعالى اقول لك ازاي عرفت احل ده كله وازاي بدات المشروع بتاعي. انا لقيت الحل، بس ازاي ابدا اصلا؟ يعني انا معايا صفر راس مال، انا معايا صفر مهارات، انا معايا صفر كل حاجه. فازاي ابدا بدون اي حاجه؟ وازاي بدات المشروع وازاي وصلت اللي انا وصلت له دلوقتي الحمد لله؟ فازاي بدات؟ حرفيا انا كنت صفر راس مال، صفر مهارات. هتخش على اليوتيوب عندك 600 مهاره، يعني عندك 6000 مهاره طالعه اليومين دول، تتعلم منهم مهاره انت شايف ان هي هتحل المشكله بتاعتك، وشايف ان في ناس كتيره هتتحل مشكلتها بالمهاره اللي انت هتتعلمها دي. طب انا اتعلمت مهاره اصلا، ايه هي المهارات اللي انا اتعلمتها دي اصلا؟ انا اتعلمت مهارات كتير، اتعلمت جرافيك ديزاين، اتعلمت بروجرامنج، اتعلمت مونتاج، اتعلمت حاجات كتير قوي. فالحمد لله كده لقيت البيز بتاعي ولقيت القاعده بتاعتي اللي انا هبني عليها المشروع كله ان شاء الله. طيب وبعدين الشغل الفعلي هعمل ايه؟ تبدا ان انت تحل المشكله بتاعتك، وبعدين بعد ما تحل المشكله بتاعتك توجهها للناس وتوجه حلها دي للناس، والناس هتشتري الحل بتاعك ده او هتدفع عليه مقابل او هتشترك معاك في المشكله في الحل بتاعك، وان انت تعلمهم ازاي تحلها. نيجي بقى انا ازاي حليت ده كله ووفقت بين الدراسه والتمرين والخروج وان انا اقعد مع اهلي، ووفقت بين الشغل والتصوير وده كله. نيجي للحل السحري. نيجي بقى للحل السحري. وقت استنى. الحل السحري، النقطة دي هتساعدك تنظم وقتك، هتساعدك توفق بين الدراسة والتمرين والمذاكرة، وإن أنت تظبط دماغك وتروق دماغك وما توصلش لضغط نفسي كبير جدا اللي أنت بتوصل له عشان أنت مضغوط، أنت عايز تعمل ده كله. فالنقطة دي هتساعدك، ده هتنظم لك يومك، هتنظم لك شهرك، وهتكتب فيها الحاجات اللي أنت محتاج تعملها، عشان إحنا كلنا عارفين إن أنت لو الحاجات بس في دماغك فأنت هتنساها، أنت هتبقى مضغوط أصلا إن هي الحاجات في دماغك. طب أنا أعملها إزاي؟ هتساعدك تخطط ليومك، هتساعدك تخطط للهدف اللي أنت عايز توصل له إن شاء الله. هي أحلى حاجة فيها قسم فضفضة، يعني كلمة بسيطة جدا مضحكة جدا. اللي هو الكتابة أصلا بتخليك ترتاح، الكتابة بتخليك تهدي دماغك، تخلي الدنيا بسيطة، وبتشيل الضغط اللي على دماغك ده كله وتحطه في ورقة بس. فلو أصلا المشكلة دي كانت عندك، فبراند رمادي اللينك عندك في الوصف، هتساعدك تحل حاجات كتير أوي في حياتك وتنظم حياتك وما توصلش الضغط اللي انت بتوصل له كل مرة. ومش بس النوتة دي، عندنا نوتات تانية كتير إن شاء الله هتساعدك جدا. بما إن الطبعة الجديدة من النوتات جت، يلا بينا نجهز أول أوردر في الطبعة الجديدة اللي هتوصل. فتعالى أخضر في تحضير أول أوردر بعد ما النوتات الجديدة وصلت والطبعة الجديدة وصلت. من الحاجات دي القاعدة الثالثة ألا وهي كسر عادات الهوى. يعني أنت مثلا تعودت على شيء بقالك 4-5 سنين فمش هيتصلح في يوم وليلة، فواحدة واحدة بتبدأ إنك تكسر عادات الهوى دي. من داخل غرفة المونتاج، عشان نسيت أقول لك، لو عجبك الفيديو لايك وفولو وابعته للناس ممكن تستفيد منه، وبراند رمادي عندك في الوصف. وسلام.
فمثلا انت اتعودت انك كل ما اشتهيت شيء معين اشتريته، خلاص انا النهارده مش هشتريه. يعني ابدا روض نفسك، حتى انت مش هتكسب كل الجولات طبيعي، عادات معينه انا عايش عليها بقالي سنين مش هاجي اوقفها مره واحده، ولكن ده ترويض للنفس، رياضه للنفس. يعني باختصار لابد من ايه، من شد وجذب. مش هتكسب في كل الجولات بس مش هتخسر في كلها، وده شيء طبيعي جدا. ومن كسر عادات الهوى برضو فكره ان انا مثلا لو متعود على حاجه معينه، يعني انا مثلا متعود اتفرج على افلام وده من الهوى، انا ممكن اكسر الهوى ده بطريقه تانية. يعني انا مثلا متعود على السماع، خلاص انا هقرا حتى لو مش هقرا حاجه مفيده. وبس، كان معكم محمد البسيوني، والسلام.